هل لو أنا من عيلة فقيرة ممكن أبقى مليونير، ولا لازم أكون حرامي أو تاجر مخدرات أو تاجر آثار؟ لأ، ممكن تبقى مليونير وكمان ملياردير وبالحلال وبطرق مشروعة، ولكن الطريق هيكون صعب ومجهد وفيه تحديات كتير قوي، فمش كتير اللي بيستحمل الطريق ده ومش كتير اللي بيكمل للآخر. وعايز أقولك إن لو بصينا لمعظم المليونيرات هتلاقي إن معظمهم أصلا عصاميين. يعني إيه عصاميين؟ يعني بدأوا من الصفر وبنوا ثرواتهم من الصفر، ونسبة قليلة جدا هم اللي كانوا وارثين الملايين دي عن أهلهم. ولكن السوشيال ميديا والأفلام والمسلسلات هي اللي روجت لينا فكرة إن معظم الأغنياء أو المليونيرات هو وارثها، أو زي ما بيقولوا كده العربية دي مين اللي جايبها لك، يقولك تلاقي إيه، أبوك اللي جايبها لك ولا أمك اللي جايبها لك. فعايز أقولك أنت غلطان، السوشيال ميديا والأفلام ضحكت عليك عشان تفضل مكانك وتفضل قاعد موظف مكتفي بال 5000 جنيه 10000 جنيه، وتعيش تاكل وتشرب وتنام بس.